يقال إن القطار يمضي ولا ينتظر أحدا، لكن قطارنا نحن يقف أمام إصرارنا وأحلامنا وعزيمتنا على التغيير. وقف قطار الأنوثة لك الآن، تفضلي واصعدي بكل رقات ودلال. سيدتي، قطاري الوردي مليء بالسيدات الرقيقات مثلك، لمساتنا الأنثوية في كل مكان بداخله، أبيض الجدران، وردي الزوايا، مزين بالورود ومغطى بأقمشة الدانتيل البيضاء. رائحة فواحات الفواكه تملأ قطارنا، ونستعد لرحلتنا الخاصة بنا، عالم الإناث بسرية وهدوء ورقة. قبل أن تبدأي بالرحلة، أتمنى أن تحملي معك دفترك الخاص بنجاحك وقلما صغيرا لتسجلي ملاحظاتك، فكتابة الأهداف أول خطوة لتحقيقها. ستجدين أيضا مساحة فارغة بعد كل محطة لتسجلي ملاحظاتك. أهلا بك في رحلتنا أيتها الأنثى الطاغية الأنوثة. لننطلق الآن صباح الأربعاء 25 نوفمبر، صباح بدايات الشتاء ونسمات الهواء. مستلق على سريري بكسل، وأتمنى أن أحظى بساعات نوم إضافية. تلمست يدي مكانها بجواري على الوسادة المزينة بالدانتيل البيضاء، وابتسمت. لقد استيقظت قبلي لتمارس الرياضة كعادتها. تجولت عيناي في أنحاء الغرفة. كم أحب لمساتها الأنثوية. أشعر وكأنني أنام في كوكب أنثوي. أشعر بعنفوان رجولتي عندما أرى أحمر شفتيها وعقدها اللؤلؤية، ملقا بعفوية جوار مرآتها. أنوثتها تنتشر في جميع أنحاء عالمي الخشن. مخالفة أنوثتها لرجولتي تجعلني أعشق عالمها الوردي وقلبها الأبيض. فتحت باب الغرفة لتقطع حبل أفكاري، وعلى وجهها ابتسامة ساحرة رمت علي قبلة الصباح التي لا يكتمل صباحي بدونها. مرت من أمامي ترتدي بيجامة بيضاء طويلة من قماش الساتان الناعم، ورائحة عطر الفراولة اللذيذ تفوح في أرجاء المكان، وشعرها الحريري يرفرف مع نسمات الهواء التي دخلت من نافذة الغرفة عندما فتحتها. فهذه من طقوسها الصباحية التي أعشقها، وما أكثر طقوسها التي أعشقها. أتعلمين يا أنثاي الرقيقة أنك دخلت إلى عالم الجامد وملأته بالحياة؟ أتعلمين أنك الحضن الدافئ الذي يحتويني وينسيني هموم الحياة؟ أتعلمين أن قلبك الأبيض ورقات حديثك وجمال مفرداتك، عطاؤك، تسامحك، تفاؤلك هي أجمل مدرسة لي؟ أتعلمين وتعلمين وتعلمين أنه لا كلمات في هذا الكون تصف سعادتي بأنوثتك. أنك امرأة رفعت سقف جنوني حد الهذيان، حد الإشباع والاكتفاء، فلا قبلك أحببت فعلا، ولا بعدك صرت صالحا لعشق النساء. بلال فراني. قرري التغيير. باسلي عندما وصلت كانت في أسوأ حالاتها على الإطلاق، تتنهد بحزن عميق وتشتكي بألم. 12 عاما مضت منذ زواجها، ولا تزال لا تفهمه حتى الآن. تعتقد أنها وصلت إلى مرحلة الطلاق العاطفي، فزوجها يعيش في عالم آخر بعيدا عنها. هي تشعر أنها تعيسة ووحيدة وضائعة. انتهى من لقى وصى تخيل العتيتك موتا، ذاك مض بعد كند بلا نم الكفرلة. تسلل اليأس والعجز إلى قلبها، فقررت التغيير، وإصرار على التغيير، فيحدث التغيير وتحدث الإنجازات. وهنا دائما تكون البداية، عندما يشعر الإنسان باليأس الشديد والغضب مما هو عليه الآن، فيحول تلك الطاقة إلى قوة شديدة. الأنوثة والتغيير
نعود إلى أم باسل، أخذت بيدها ورحلنا معا إلى محطة القطار. قطار صعدت معي بمفردها، لم يكن هناك زوجها ولا أطفالها ولا أي أحد سواها. لقد قررت أن تتغير هي أولا ليتغير كل من حولها. انتهت الرحلة، خرجت أم باسل بروح جديدة، وودعتها على أمل اللقاء بها وهي قد أتمت ما بدأنا به. وصلتني رسالتها بعد شهر أو أقل قليلا، وكان هذا نصها: تخيل أنك تسير وحيدا بلا مشعل في نفق، قد امتلأت نوافذه بخيوط المكبوت، وأحاط بك البرد صمتا لدرجة التجمد، وفي آخر النفق يتكأ بوهن شاب تجعده، حتى بات كأنه شيخ كبير ينتظر بنفاد صبر موعد قصاصه. ذاك حال أمل الذي أوشكت على فقده في نفق الهموم والمشكلات مظلم عابس، حتى نوافذ الرجاء والطموح غطتها شباك العنكبوت بعد أن هجرت النظر منها. كنت قد فقدت بريق الحب في عين علاقتي بزوجي، وأصبح البيت بلا روح، أجساد يسكنها الملل والبحث عن عيوب الآخر، والركض نحو إشارة ضوئية تقول خروج، يركض على عتبتها الطلاق الضاري. فربما بعد أن أنفذ من بين أنياب زوجي سأجد الأفضل منه، لكن الفاتورة بالكامل سيدفع أبنائي تكاليفها، فلن يعود مسموحا لهم برؤيتي، وربما ذاك الضاري سيمزقهم بالحزن والشتات، وسيتوزع محصول سني ضرا على أشواك الفشل. فلمحت يوما بلا سابق ترتيب غزل، فحدثت نفسي أن أجرب التغيير معها، ولم لا؟ انضممت إليها فوجدت نفسي في فسحة أمل وقبس دفل أتمكن به من إعادة إنعاش فؤاد علاقتنا بعد أن توقف منذ سنين. والآن الحمد لله أنا أعيش مع زوجي نكهة حب لذيذة برائحة أغصان الليمون، يبادلني الشوق والسؤال، وعاد المغناطيس بيننا إلى وضع التشغيل، نتسامح، نتغازل، نتعاقر حبا بعد ظمأ سنين. القليل من التغيير أضاف الكثير من ومضات السعادة إلى حياتي. شكرا غزل، فجرت عواطفي الجوفية، فسال الحب بيننا من جديد. مدينة لك بلقاء المستحيل بفضل الله ثم توجيهاتك الرائعة. جئت كالشمس المضيئة، أذاب دفئها كل صقيع غطى مشاعري ورغبتي، فتسللت خيوط أشعتك بحنان كلماتك ودعمك ونصائحك، فأضاءت كل زوايا نفسي، وغادرني الظلام بعيدا عني وعن أولادي، واستعدت نفسي شبابي أملي وزوجي. شمس حنون تشرق بابتسامة تفاؤل، فتمسك بيد من تعرفهم لتعبر بهم من الظلمات إلى نور الحياة. إنسانة ألماسية اللمسات، صادقة الكلمات، من عرفها وهو على مشارف الغرق نجا واستعاد قوارب السعادة، ومن غرق ألقت إليه طوق نجاة يبصر به أطراف الشاطئ ليعيد بناء قاربي ويعود للإبحار كقبطان يعرف إلى أين يتجه ببوصلته. وكل الكلام يبقى عنها مجحفا، فمن الصعب أن تصفها بسطور أو مجموعة جمل، فقط إن عرفتها فكن على يقين أنك دخلت الجنة قبل أن تقوم الساعة. يمر علي في قطاري الكثير والكثير من أمثال أم باسلة لا أعرف من هو زوجها أو ما هي مشكلتها، لكنني أعرف أنها غير سعيدة وتحتاج إلى الأنثى الحقيقية لتكمل بقية حياتها. أعطيها بعض التوجيهات فتتغير ويتغير كل شيء من حولها، وتصبح حياتها كما تتمنى بل وأروع، فقط لأنها قررت التغيير. قبل أن تبدأي بالقراءة ترتدي أجمل الحرير ورشي أروع العطور وأشعلي شمعة أنثوتك، وقرري أنك ستتغيرين من الآن للأفضل، أنك لن تيأسي وستتقدمين للأمام دائما.
عاهدي نفسك أن تضعي لها خطة مدروسة، واعلمي أن التغيير لا يحدث بين يوم وليلة، بين عشية وضحاها. ربما تظهر النتائج خلال أسبوع، وربما شهر، وربما أكثر، لكن نتيجة تغييرك ستأتي لا محالة، والمهم هو أن تكون نيتك بالتغيير صادقة. تغيري للأفضل، لأنك بذلك تضعين قدمك على الطريق الصحيح، الطريق المواصل للنجاح ومن ثم السعادة. وتذكري أنك لن تصلي للنجاح إلا إذا أجبرت نفسك على التنفيذ في الأوقات الصعبة. أي تغيير من أي نوع قد يسبب لنا القليل من الضيق والتوتر، لذلك الكثير منا لديه خوف من التغيير النتيجة الرائعة تستحق ذلك التوتر البسيط، وتجعل النجاح له طعم ونكهة أخرى. وأعدك بأنه سيأتي اليوم الذي تدمع فيه عيناك سعادة بما وصلت إليه. السفينة الراسية في الميناء آمنة من الرياح والبحار الهائجة، لكن السفن لم تصنع لتبقى في الميناء، فنجاح السفينة يكمن في خضوضها البحار وابتعادها عن الشاطئ. لا تدع إغراء الراحة والأمان يسلبك ما ترغبين به. أعدي شراعك واندفعي إلى المياه المفتوحة وأديري الدفة بثقة بينما تبتعدين عن الشاطئ. وإذا شعرت بالقلق في البداية فلا تفزعي، اشعري بالخوف وقومي بالعمل على أي حال. لا تنتظري أن يكون اليأس هو الملاذ الآخر مما أنت فيه، وبدلا من ذلك كوني مصدر تحفيز لذاتك من أجل التغيير. اعثري على الحماس بداخلك، وتخلصي من التسويف والفتور واللامبالاة من حياتك للأبد. اجعلي من التغيير صديقة، وهذا القرار سيمكنك من أن تحبي الحياة بكل ما فيها. فران هيوي.